هذا قندوز يواجه منتخبات عالميه في المونديال نقطه. هل يواجه في كاس افريقيا منتخبات قويه ذكرتها السنغال والكاميرون ونيجيريا ومصر وتونس وعديد المنتخبات والمغرب، عدد المنتخبات القويه. هذا المنتخب وهذا اللاعبين ماهوش فكروا في مباراه غينيا، لا اعتقد ذلك، ولكن ربما ضد نيجيريا او الكاميرون او مصر او المغرب او تونس نشاهدوا نظم واحد اخر. عندنا بزاف ما لعبناش مع انديه كبيره اللي راك تتكلم عليهم. صحيح. سي صا بتات هذا هو الاشكال. المنتخبات هذو المنتخبات الكبار هذو كيما كبلد لم تتاهل لا تملك امكانيات. اي تعداد اننا نملك، يعني لا انت لا تملك لاعبين في باريس سان جيرمان او ريال مدريد او تشيلسي. السلام عليكم متابعينا الكرام، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو غادي نشوفوا كيفاش الاعلام الجزائري كيتحسر على الاداء ديال المنتخب الجزائري في الماتش الاخير اللي لعبوا ضد بوتسوانا، وكيفاش كان الاداء باهت، وكيقولوا انهم ما غيعرفوش المستوى ديالهم الحقيقي حتى يلعبوا ضد المنتخبات القويه بحال يعني مصر، تونس، السنغال، تيخافوا انهم يذكروا المغرب، ولكن كيخرج لهم بزز في الاخر تيقول لك ومنتخب مثل المنتخب المغرب. على اين ونشوفوا كذلك كيفاش المدرب ديالهم، يعني هذاك البوسني ولا ما عرفت منين جابوه، ذاك المدرب اللي قال لهم الحمد لله انني غادي نأهلكم لكاس العالم، يعني شحال هذه مده كبيره ولا سنوات ما تأهلتوا ليها، فتيتحسروا وكيقولوا لا ما خصوش يقول هذه الكلمه هذه. خليكم معايا في هذا الفيديو وكنتمنى انه يعجبكم، ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. النقاط ثلاث مهمة، ولكن الأداء غير مقنع للتشكيلة الوطنية التي اصطدمت منافس عنيد، ليس من الناحية الفنية أو التكتيكية، ولكن عنيد من حيث الصرامة والإرادة. بهذا الأداء وبهذه الخطة وبهذه الروح الباهتة فوق أرضية الميدان، هل يمكن لنا أن نواجه منتخبات إفريقية لها الخبرة ولها المستوى العالي؟ ما تعلق بالسنغال، ما تعلق بنيجيريا، ما تعلق بمصر، ما تعلق بالكاميرون، ما تعلق بتونس، وما تعلق بمنتخبات هي منتخبات قوية. تقولون ما يهمنا هو الفوز، أقول نعم، ولكن هذه المباراة لابد أن من خلالها أن ندق ناقوس الخطر، وعلى بيتكوفيتش أن يعيد حساباته ما تعلق باختيار التشكيلة الأساسية، وعلى اللاعبين وضع الأرجل فوق الأرض، لأن المنافسين الذين نلعب معهم في هذه المنافسة أي تصفية المؤهلة لكأس العالم هم منافسين ليسوا بالمستوى العالي. وهذا القرعة أو هذا النظام الجديد للتأهل للمونديال هو نظام جاء في صالح المنتخبات التي لها إمكانيات وللمشاركة ب 48 منتخب في المونديال، ولكن أعتقد اليوم لابد أن نقف أو تكون هذه المباراة بمثابة تقول مباراة معيارية. ما تقولوناش من فضلكم الجوكر بيتكوفيتش هو الشوط الثاني تاع المدربين، بيتكوفيتش يفوز في الشوط الثاني بيدخل بنجاح تغيير المعطيات، لانه الاهداف التي سجلت. تقول لي كرة قدم عن اخطاء، نقول لك اي نعم، ولكن لانه المنافس كان ساذج او نايف في اللعب تاعو. مد هدايا للاعبي المنتخب الوطني، انا ايضا محب للمنتخب الوطني، مناصر للمنتخب الوطني، جزائري مثلكم، ولكن انا هذا الاداء بكل صراحه اداء لم يقنعني تماما امام منافس كان من المفترض نسيطروا عليه بالطول والعرض. التحليل الفني والتحليل التقني حتى تبقوا معنا عبر قناه البلاد، طبعا مع محمد شعيب الدولي والتقني المدرب وفيصل بن طلعه. محمد شعيب بكل صراحه فوز مهم، 3 نقاط مهمه، لكن خليني نقول لك اداء غير مقنع للمنتخب الوطني. شوف كمال، الشيء اللي قلناه مقبلات نورمالمون كانوا اللاعبين فوق الملعب، ربما كانوا انا كنت نتمنى الشيء اللي قلناه قبل المقابله، كانوا اللاعبين ربما يكذبون على الشيء اللي قلنا باللي اليوم كي تكون عندك منظومه دفاعيه اللي ربما ثقيله، ماشي ثقيله، صدير ما تعطيكش اون اسيرونس توتال باش تلعب مرتاح في المقابله. وشفنا اليوم وخاصه في الهدف ليغاليزاسيون وين يافي اون ابسونس توتال لي ديفونسور، فهمت؟ زيد قلنا باللي الخصم عنده صدير واحد 2 ولا 3% دو شونس باش يقدر يماركي لك. واش الاستراتيجي اللي كان دايرها بلوك با ويستنى ليزيبورتينيتي كونتر لو كونتر، وشفنا 10 مينوت دو جو فاس ا فاس اللي ربما كان يقدروا يماركوا. دونك لا لين ديفونسيف تاعنا ما كانتش في المستوى، ولا لا ترانزيسيون ديفونسيف تاعنا ما كانتش في المستوى. نسجلوا اهداف، ولكن مع مرور الوقت
مع مرور الوقت شفناهم تديروا جروبا من وراء كانوا قادرين يسجلوا علينا عده اهداف، كانوا قادرين يسجلوا علينا تعادل لولا يعني شفنا الحارس ما كانش في المستوى. لازم نقولوها كابتن، حارس مرمى جوستيمون لو تاع لو غارديان كابتن نفس الشيء. هذا الغارديان باش يكون في علمك، هذا الحارس هو راه اعلى صفقه في انتقالات الحراس في البطوله الوطنيه. دير بالك في موديل الجزائر صفقه قندوز هي الصفقه الاعلى. قندوز رانا نشوفوا فيه رقم واحد اليوم هذا الاداء. هل هذا قندوز يواجه منتخبات عالميه في المونديال؟ نقطه. هل يواجه في كاس افريقيا منتخبات قويه؟ ذكرتها السنغال والكاميرون ونيجيريا ومصر وتونس وعديد المنتخبات والمغرب، عديد المنتخبات القويه باش كل واحد نعطوا له حقه. نتكلموا على الرياضه ونتكلموا على كره القدم. هل هذا الحارس بهذا الروندمون هذا المولوديه قاعده تروح به بعيده في رابطه ابطال افريقيا؟ لازم تكلموا الشعب والجمهور، نعطوا له الحقيقه، بدون نقولوا النقاط مهمه وكاع نحبوا المنتخب الوطني وقلبنا حار على هذا الوطن. وي تفضل كابتن. على كل حال نحبوا الوطن، نحبوا الجزائر وواحد ما ينقصها لي ولا ينقصها ليك ولا المحمد، حنا نحبوا الجزائر جوستومون. قال في قندوز نحب الجزائر. قندوز ما لعبش اليوم المباراه ما كانش في المستوى قندوز. ولو نقول لك نحن نقدر كما تكلمت مع كابتن محمد في الهدف التعادل، الحارس لازم يخرج يدي الكره. وتكلمني مع الكابتن محمد الى ريزون دان كوتي. شفنا اللاعبين الدفاع غائب صاحبي تلعب مع بوتسوانا يسجل عليك هدف يا صاحبي يطلعوا فيك في الفوطو يراطي ويزيد يراطي. كابتن ولكن محمد شعيب خلينا النقاش التقني التكتيكي بيناتكم. وراهم لي زيرور اخطاء المنتخب الوطني في المباراه امام بوتسوانا فريق متواضع ولكن اسال العرق البارد. المتواضع عدلك وراطا تروابيت كان قادر يماركي وراطا وحده في البوطو وكان قادر يمشي الكره من كوش على الدروات يمشيها كيما يحب. هذا منتخب متواضع ماهوش منتخب قوي. تفضل. شوف كمال الشيء اللي قلت اللي في بلاص تاعنا اليوم بانوا بينك وبين فيصل. شوف اليوم اللي في بلاص تاعنا بانوا. كنا تكلمنا على لاك سونترال وقلنا باللي اليوم تنبات فيها انت محمد دو ديبي قلت لي ما فيها شاه. انت شوف ما تقدرش دير لاك سونترال افيك دو جوار اللي ما لعبوش بزاف. انا الشيء اللي ما فهمتوش وعلاش يلا ديكالي بالنسبه لي سي لو كوتي غوش. هذا اللي علاش دير وكان ريزون باسكو عندك نتايا عندك توبه وعندك خاصف صح. وعلاش ديكالي انت بالنسبه لي اللي كان اون اسيرونس سور فلاكس لا بروف كاع اللي بيت لي صادير لو دونجي اللي جا فلاكس. دونك زيد لابور سور لو كوتي دروا تاع عطال مع محرز ما شفناش، ما كاينش لابور اوفونسيف مليح باش يولوا في السكور 2-2. دونك تما هو تفطن ودخل طوبه وصبحنا ولي نلعبوا خمسه مدافعين. دونك هنا تعطيك دوك الفلاكس اونتر موندي وطوغاي خطا. سي سور بيان سور قال بزاف. تلعب مع دي جوار رابيد سينيغاليان كاميرونيان نيجيريان كيفاش يقلع لك. شو كمال يخليك فيكسي خليك هكذا في الفوسط تاعك. لا كمال زيد سور قبل ما نجوا الايجابيات تاع المباراه والنقاط و18 نقطه راني جاي لها مرجاوي جاي. شوف كلموا اشياء سلبيه واشياء ايجابيه. كمال كي تشوف سور لي بال اريتي كو سوا سور البلون ديفونسيف ولا اوفونسيف ما ديناش كاع لي بال هما داو كاع لي بال. La preuve, à 2 fois, premier poteau, ils ont égalisé sur une balle. ولي بالي كانوا تاع لي بالاريتي كانوا كاع يدوهم هما كاع داوهم دوزيام بالون داوه. لكن انا نقول كابتن كانت المباراه كانت صعيبه على المنتخب تاعنا، ما عرفش يسير المباراه تاعو، ما عرفش كيف يديبلوك لا سيتوياسيون. اليوم المنتخب الوطني 18 نقطه اللي يهم الجمهور الجزائري واللي يهمنا هو التاهل للمونديال باش نكونوا واقعيين، باش ما نظلموش اللاعبين وما نظلموش الطاقم الفني. انتقدنا نروحوا للاشياء الايجابيه. ربما مباراه بوتسوانا هي بالنسبه للاعب الجزائري واللاعب اللي يلعب في المنتخب الوطني فيها نوعا ما من التساهل. وربما هذا المنتخب وهذا اللاعبين ماهوش فكروا في مباراه غيني، لا اعتقد ذلك، ولكن ربما ضد نيجيريا او الكاميرون او مصر او المغرب او تونس نشاهدوا نظم واحد اخر، نشاهدوا تفكير واحد اخر، نشاهدوا تركيز واحد اخر باش نديروا التوازن. لا موتيفاسيون تتغير من مباراه لمباراه وانتم لعبتوا في المستوى العام. صحيح كابتن. اليوم تتغير المباريات يتغيروا. بوتسوانا احنا كنا فريق متواضع على كل حال، هو فريق متواضع وفزنا عليه 3 اهداف في بلاده. اليوم تغيرت اللعبه لان احنا كنا محتاجين 3 نقاط. شفنا المنتخب تاعنا كان مزير اللي تيترو كريسبي. نقول اليوم لو كما كنت تكلم كابتن، عندنا بزاف ما لعبناش مع انديه كبيره اللي راك تتكلم عليهم. صحيح. سي سا بتات هذا هو الاشكال. المنتخبات الكبار هذو كما انا جوري ايمي
بيرسونيلمون ما نكذبش عليك كابتن، لي ماتش يكون لعبوا مع هذه الانديه، مع هذه الفرق المنتخبات الكبار هذو، باش هنا تلقى قيس المستوى يعطيك الصحه، تقيس المستوى ويترفع عليك المستوى هنا، والمدرب هنا يعرف القيمه تاع اللعاب تاعو. لان شوف كابتن، انا شوف بوتسوانا اليوم داروا لنا صعوبات كبيره كابتن، ولو كما كنت تكلم كابتن احنا كنا محتاجين 3 نقاط، عندنا 18 بوان الحمد لله، رانا على قرب وحوالي 90 دقيقه أنا نكونوا في كاس العالم في المونديال الحمد لله. وكما تكلمت انت طريقه اللي طحنا في الجروب هذا الحمد لله كان سهلنا الامور، ولكن اليوم طريقه اللعب اللي تاع المباراه دي كانت، انا نظن المنتخب تاعنا صعب على نفسه في هذه المباراه، مانيش عارف علاش. عدم اقتناع للكثيرين بمستوى منتخب مشرف على كاس افريقيا، مشرف على انه رايح لكاس العالم وحب يروح اكثر من الدور الثاني. هذا ما اناقشه مع ضيوفي الكرام سعيد كناوي مدربنا، وايضا منير بنقاسي وكمال مرات. كنت اتحدث عن تصريح اللي قالوا على انه يجب حسم التاهل في اقرب وقت ممكن، ولكن فيه تصريح اخر اللي يقول لك انه الجزائر من فتره ما تاهلتش، ونحن الجزائر تلعب على قدراتها. هذا ما قوله بيتكوفيتش، هو يخاطبكم بهذه اللغة، استمعوا إليه. سعيد كناوي، ماذا يريد النقاد أو ماذا يريد المتتبعين أو ماذا يريد الجزائريين من هذا المنتخب؟ منتخب متأهل تقريبا، الجزائر لديها عندها فترة كثيرة ما تأهلتش، ولما تشوف الفترة اللي ما تأهلتش بصعوبة كبيرة، رانا رايحين فترة اللي عانت فيها طبعا في التصفيات السابقة. أنت متأهل تقريبا ويقول لك من الفتره ما تاهلش والجزائر تلعب على امكانياتها. شوف كلام خطير، انا بالنسبه نعتبره بلي كلام خطير يقول قالوا المدرب المنتخب، راه يحكم على كره القدم الجزائريه وعلى الكوادر الجزائريه من باب الناس اللي راه يتعامل معاهم. انا نقول له الناس اللي راك تتعامل معاهم ما يمثلوش يعني زبده التقنيين الجزائريين او المسيرين في كره القدم الجزائريه. كاين نقول له كاين اكثر من 10 مدربين جزائريين محليين يقدروا يتاهلوا كما تاهلت، او ممكن احسن من التاهل اللي قمت به. الظروف عندنا رانا في ظروف غير اللي خلات اليوم الناس ما تديرش ثقه في اللاعب الجزائري على غرار خاسف في المباراه هذه، اللي غير تكتيك دو جو، منظومه دفاعيه غيرها على لاعب اللي كان من المفروض يحطوا على اليسار ويخلينا لاك سنترال كما ينبغي، كما كان موندي او توغاي مع بن سبعيني، وهذاك الضغط اللي كنا فيه كنا ما نوصلولوش. هاني باش نرد له على كلام اللي قالوا ان الجزائر ما تتأهل. الجزائر تاهلت، والجزائر تاهلت لما كان 2 من المنتخبات يمشوا لافريقيا، والجزائر تاهلت على احسن فريق نيجيري ممكن في تاريخها في 82 ب 2-1 في وين 2-0 في لاغوس امام 100,000. باش يعرف الجزائر عندها تاريخ في كرة القدم. ما راحش مرتين سعيد كناوي، ما راحش مرتين. لا كانوا 5 قطر 2022 اخي حكيم، كانوا 5. لو كانوا 10 كما الوقت هذا هو من حسن الحظ نتاعو عند كاين 10. كنا نمشوا مع الكاميرون الاديسيون اللي فاتت، ومشينا وتاهلنا ولحقنا، وفي 88 وفي 86 وفي 2014 وفي 2000. يعني الجزائر ما يعطيناش دروس في كرة القدم، لان لو نوصلوا اليوم راك تحكم على حسب الناس اللي راك تشتغل معاهم. لما يكون عندك المسؤول اضعف من المدرب اللي يشتغل عندك، اللي انت تطلب منه مشروع انه يصنع لك فريق، يبني لك فريق ويتاهل، لان التاهل يجي اون سكون، يعني ممكن هو الاهم، ولكن يجي مع البناء. احنا اللي نطالب به كفنيين، ابني لنا الفريق. هذه الشباب اللي راهم نجيبوهم ونخسروا عليهم ونكونوهم ويجونا حتى من اوروبا، يا اخي ما تخليليش لاعب تاع 35 سنه يعني يلعب وواقف ما يتحركش لمده 70 دقيقه، وتخلي لاعب اللي عنده 20 سنه ولعب واعد وجاي للمستقبل تخليه يعني على التريبين. هذا خطأ فني، اختيار. اذا كان هو يدير اختيار اللاعبين، هو اللي راه يختار التشكيله اللي راها تلعب في المنتخب الجزائري. ذلك وكانك تقول انه الخيارات ماهيش خيارات، وهذا ما فهمته. صراحه اخطاء هذه من المفروض في المستوى هذا لا ترتكب من مدرب عنده 70 سنه، عنده اقل شيء 40 سنه في التدريب في كره القدم. لكن سعيد كناوي يقول لك انا نلعب، الجزائر تلعب على قدراتها وعلى امكانياتها. هذا اللي عندكم، يقول لك انا في النهايه عندي اوبجيكتيف، جيت عندي هدف تاهيل المنتخب الى كاس العالم. الجزائر عندها بزاف ما تاهلتش مرتين، وعندك تلعب على امكانياتك. هو يقول لك انا هذا اللي عندي. لا، هل عنده افضل؟ يا اخي حكيم، امكانياتنا احسن، امكانياتنا كبيره. عندنا من احسن الامكانيات اللي موجوده في القاره الافريقيه. الجزائر اللي كان 5 فرق في افريقيا اللي في المستوى العالي، الجزائر ممكن تقول ممكن من الاوائل، يعني نقول لك الاولى او الثانيه. عندنا امكانيات،
الاموال التي تصرف اموال طائله على المنتخب اللي يمشي بطائره خاصه يتنقل بها، هذه حتى في الزمان ما كانتش، اليوم راها موجوده، اللاعبين مرتاحين، عندنا دي سونتر، عندنا دي ستاد، عندنا كل شيء بتوفر للمدرب، ما عليه الا العمل. يجي يقول لي انا تاهلت بوتسوانا وهذه وكذا، لا، انا كمدرب انا ما نعرفش، انا نعرف المجال الفني. انا لما نقعد نشوف المنتخب نتاعي يلعب نفرح، نشوف الفرجه، انا نجي نتفرج، مش كي نفوز انا على الصومال ونقول لا رحنا في الطريق الصحيح، لا، احنا ماناش في الطريق الصحيح. الطريق الصحيح لما تبني لي فريق، لما نشوف فيه انجاز. 21 لاعب اللي كانوا بالماضي موجودين، اللي خسروا مع موريتانيا، اللي اليوم موجودين في المنتخب الجزائري. الناس اللي ما دخلنا في التاريخ، نخرجوا مرتين من الدور الاول، ما صراتش هذه. اليوم راهم موجودين ومازالهم يلعبوا. نقول اليوم نطرح السؤال، هل الاماكن في المنتخب الجزائري راها يعني الناس بعض اللاعبين راهم يشروها، او اختيار؟ اذا كان اختيار عيب، اذا كان الحاجه الثانيه يعني راهم يلعبوا رغم انف المدرب، هنا العيب اكبر. طيب، تريد ان تقول بانه اللاعبين يعني يلعبوا من اماكن محجوزه من قبل. منير، ما رايك طبعا في هذا الخطاب؟ المنتخب من فتره ما تاهلش مرتين ويخاطبكم بهذه اللغه، وايضا المنتخب يقول لك من هذا هي الجزائر تلعب على قدرات، هذوما اللاعبين اللي عندك، ما عندكش افضل وما عندكش. هل مشكلته في خيارات ام مشكل فعلا ما يقوله هو صحيح؟ كرتك مريضه لذلك ان المهم نأهلكم. مشكل في اختيارات ومشكل في شويه جرأه. لازم نعرف باللي المدربين نورمالمون كاين هذاك لو كود فولي تاع مدرب عنده كود جيني. بيتكوفيتش يخدم مع الناس اللي يعرفهم ويدير ثقه عن اللاعبين اللي غير جا كانوا هنا. لا بروف كان 22 لاعب وليس 21 من الفريق اللي كان في 2021 و22. هاد اللاعبين عرفنا معاهم اخفاقات. انا المشكل دوكا الحالي راه مشكل افكار ومشكل جرأه. حكيم، هل لحقنا الوقت وين لازم نقولوا غير توفا بيان برك كي تربح المنتخب الوطني نفرحوا بلا مزيتنا، هذا فريق ديالنا، بصح على الاقل كاين نقائص نوقفوا عليها. وين ما مشيتش لازم نهضروا. منظومه دفاعيه مازال ما لقيناهاش، رانا نحوسوا عليها، راه قريب تلحق 50 و60 مازال ما عندناش منظومه دفاعيه، ما عندناش دفاع نتكلوا عليه. رانا نتكلموا هكذا باش ماشي كي نروحوا احنا ما عندنا ادنى شك بلي منتخبنا راح يروح لكاس العالم، ما كان ادنى شك. باذن الله النسخه الخامسه الجزائر تكون حاضره. يا منير، تفوز على غينيا وتفوز على وتزيد تفوز على الصومال، يعني انت ستواجه منتخبات متواضعه. انا جايك، خلينا ما نتكلموش على التصفيات. قلت لك باذن الله الامر محسوم، الجزائر راهي في المونديال القادم، لكن هل نريحوا نقولوا غير توفا بيان ورانا في الطريق الصحيح؟ لكن نلحقوا الكاس افريقيا نعرفوا اخفاق، نزيدوا نطيحوا في نفس الفخ اللي كنا نطيحوا فيه ونرتكبوا نفس الاخطاء باش وبعد نعاودوا نديروا اناليز. طيب، ما رايك؟ هذا هو المدرب الذي كان يقال عنه بانه مدرب الاشواط الثانيه ومدرب ياتي بلاعبين اخرين ليفوز بك بالاربعه وبالخمسه، ما الذي تغير في منهج هؤلاء؟ عندي التعقيب واش قال عمي سعيد الاستاذ. نقطتين مهمتين. النقطة الأولى تكلم على الإطار الجزائري، هذا مفروغ منه أن الإطار الجزائري يعني ليس له يعني الدور في دراية الجزائرية، لا نملك مشروع. النقطة الثانية، المدرب وجه رسالة ليس للمنتخب أن لستم بابي بلد كرة القدم، أظن أن تعدادكم محدود، هو يتحدث عن التعداد لا يشير إلى الجزائر كبلد لم تتأهل لا تملك إمكانيات. أي تعداد؟ التعداد لأننا نملك، يعني لا أنت لا تملك لاعبين في باريس سان جيرمان أو ريال مدريد أو تشيلسي، لاعبوك عمي سعيد من المستوى الثاني والثالث. طيب، يعني فينيا بوتسوانا اللي يملكوا لا تغنى به وموزمبيق وهذول أريد أن عفوا على المقاطعة. من لعب معك اسمه بوتسوانا، منتخب من اللاعبين المحليين، ومن سيلعب معك سيلعب من الموزمبيق ومن الصومال. المدرب لما جاء في ربما الكل كان يتغنى، حب يلعب بالطريقه الهجوميه ولعب حتى بثلاث مدافعين في بعض المباريات، حب يمشي الهجوم، ولكن المدرب هذا عنده مستوى وقيم الفريق، شاف راح، كان براغماتي، قال انا نمشي نتاهل نلعب بالموجود، تخلى عن الفكره تاعو ولا كسابقه يبحث عن التاهل لاسباب. ما هذا الكلام تقوله، لا الكلام هذا انا احلل المقاله مقتنع بما يقوله انه المدرب يعني نعم. لما شاف التشكيل وشاف كذا ربما راى ان خططه لا تتماشى، لان كل يوم نتكلموا على لو موديل دو جو، يعني خطط الموديل دو جو او الاستاذ يعرفوا لنا نموذج اللعب
المدرب هو اللي يختار اللاعبين. يعني خطط كبيره على المستوى. وعمي سعيد لما تكلم أريد أن أفهم. على الافكار واللعب هذيك في النادي. اريد ان افهم. هذيك في النادي لما تشتغل دائما مع اللاعبين من حقه دائما تشتغل مع اللاعبين يومين في النهار 3 ايام تقدر تدير فعل. فهمت عليه، اريد ان تصحح لي، يعني خطط كبيره على ما هو موجود. على ما هو موجود. لا خلي يقول واحد. انا باش نتكلموا بين انا اشتغلت كمدرب في النادي لمده النوادي لمده 11 سنه، واشتغلت كمدرب في المنتخبات كل المنتخبات لمده 6 سنوات. يعني نقدر نفرق اسمح لي نقدر نفرق بين النادي والمنتخب. في المنتخب لما تجيب مدرب تتناقش معاه، عنده البروفيل، يتناقش معاه لو بلون دو جو. اسمح لي لما تكون هو اسمح لي عندها مشروع لعب. عندنا مشروع لعب في الجزائر. خليني في المدرب. يكمل فكرتك. خليني في المدرب. تفضل. يختار عنده ان بلون دو جو، عنده فلسفه لعب، عنده طريقه لعب. من بعد هو عنده 50 لاعب 60 لاعب 70 لاعب يلعبوا في الجزائر، خارج الجزائر، في اوروبا، في اسيا. يختار اللاعبين اللي يوافقك فيها، يوافقوا هذا ال 50 لاعب لما يكونوا لهذا الحد ما بين يديه هو مرغم عليه. لا بين يديه، كل شيء بين يديه، كل شيء بين يديه. لا كل شيء بين يديه. هذا تقدر تدير عليه كل شيء بين يديه. هل مش بين يديك هؤلاء اللاعبين؟ انت مدرب عندك لاعب عنده 20 سنه يلعب في فرانكفورت درجه اولى الالمانيه، عندك لاعب يلعب الدرجه الثانيه السعوديه، نفس البروفايل نفس المركز، واحد عنده 21 سنه والثاني عنده 32 سنه. لاعبين في المنتخبات يمكن ان تجيبه يمكن لا تقل لي ارجوك يمكن ان تجيبه حول هذه الجزئيه ويطرح عليك سؤالا منطقيا. حتى مبولحي كان بلا فريق وكان يشارك. لا تقل لي على السابق ارجوك. السابق يمكن يا كمال ارجو ان لا تهرب من السؤال. يا كمال قيمه ثابته في مكان ما. نتكلم ممكن تجيبني على السؤال. يتحدث لك على الدوري الالماني مع نادي الحزم. هل يمكن ان تقارن مازا مثلا مع واحد كان يلعب في كرباخ مع احترامنا لكل اللاعبين؟ تركيبه لا تتكلم على لاعب يا استاذ، انا نتكلموا على تركيبه. تجد لاعبين في فريق ما وحتى تشوفها في اوروبا في ناديه لا يشارك ولا يبرز ولا كذا. حتى رونالدو يلعب في الدوري السعودي يجي اوروبا يفوز بالدوري اوروبا. انت تتسامح ارجوك هيا قول لي انا نطرح لك سؤال. تجد كريستيانو رونالدو يلعب في السعوديه. انت تغير يا كمال ارجوك انت تغير لي السؤال بطريقه تريد ان تهرب من السؤال. هو يتحدث لك مباشره على لاعب يلعب في الفيحاء في بنزيه ويتحدث على لاعب اخر يلعب في فرانكفورت ويلعب في دوري الماني. هل يمكن ان تقارن هذا بهذا؟ ولكن لا تهرب لي الى الدوري السعودي اللي هو جميل ورائع مع كريستيانو رونالدو ولاعبين متميزين. أرجو أن تجيبنا على هذه الجزئية. لا نبني فقط على الجاهزية فقط. هناك الجانب الاجتماعي، اندماج اللاعب في المجموعة. يبقى هذا مازا غير مندمج، اللي يبقى لاعب شاب ربما لو أقحمه وانت وخسر المنتخب اليوم نقول له هذه مباراة فاصلة ونحتاج لاعبين خبرة. المدرب دار خيار، فاز بالمباراة، حقق الأهم. خوتي كان هذا هو الفيديو ديالنا، نتمنى انه يكون راقكم. ما تنساوش انكم تدعمونا بالاشتراك وتفعيل زر ديال الجرس باش يوصلكم الجديد ان شاء الله، وتهلاو الى فيديو قادم.